ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من The British English. والنهارده هنتكلم عن توبيك جديد جدا وهو الكريسماس. طبعا في الكريسماس بيبقى فيه نيو فوكابولري، بيبقى فيه idioms، بيبقى فيه اكسبريشنز، بيبقى فيه حاجات بتستخدمها، وده طبعا يعتبر حاجه مهمه جدا، حدث مهم جدا. فتابع معايا الفيديو ده للاخر علشان هتستفيد منه كلمات كتيره هتستخدمها في الايام ديت، ايام الكريسماس. واتمنى ما تنساش زي كل مره ان انت تعمل اللايك المتين وتشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. ويلا بينا. طبعا بمناسبه الكريسماس هنتكلم عن pronunciation tip مهمه جدا انا لقيتها في اغلبيه كلمات الكريسماس، فقلت طبعا لازم اشرحها لكم واقول لكم عليها علشان تبداوا تستخدموها في الايام اللي جايه. طبعا هنتكلم عن الدارك ال واللايت ال. خلينا نتكلم عن اللايت ال. لايت ال طبعا دي سهله جدا وبسيطه، اسمها اللايت ال. دي نوع ال اللي انت لما تيجي تنطقها بتحط لسانك فوق بقك خالص، لازم يلمس فوق وتقول ال لا بالشكل ده. ما تقولش لام، ما تقولش ال، ماشي؟ فهي اللايت ال، يعني انت بتلمس سقف بقك بشكل بسيط ال بس كده. زي مثلا في كلمه هالو، ما تقولش هالو ودي بقت لام، فانت بتقول هالو. او مثلا كلمه يلو، فاللي حصل هنا ان انت خليت لسانك يلمس فوق وبعد كده نزل تاني رجع لورا فعمل صوت اللايت ال. بالنسبه للدارك ال، دي طبعا ال اللي انت لما تيجي تنطقها بتحاول تخلي لسانك ما يلمس سقف بقك اطلاقا، بيبقى لفوق بس ما يلمس سقف بقك، وتعمل الماوث شيب دوت ان انت تخليه او كده بنفس الطريقه ديت، يعني بتبدل ال وبتخليها او. فانت ما بتقولش ال، انت بتقول او بس. دي الدارك ال. يعني مثلا في كلمه زي الكلمه دي، كلمه tall، ما تقولش tall، هي tall. كل اللي انت عملته هنا ان انت ضميت بقك، عملت الصوت دوت اللي هو او وبقت tall، ما بقتش tall، لا بقت tall. دي يا معلم الدارك ال. طبعا خلي بالك مهمه جدا عشان تفرق معاك في البرونانسيشن، وكمان لو انت بدات تستخدمها في البرونانسيشن بتاعك، سواء انت مثلا في الانترفيو او مثلا بتتكلم مع حد او اي حاجه، ده بيبين ان انت شكلك بتتكلم انجلش بشكل ادفانسد، بشكل متقدم. فخلي بالك منها عشان مهمه جدا جدا جدا. طيب نرجع بقى نربط هذا الكلام بكلمات الكريسماس اللي احنا عايزين نستخدمها في الكريسماس. اول حاجه او اول كلمه في الكريسماس هي كلمه tinsel. والتنسل دي يعني الزينه، اول حاجه اللي انت بتجيبها بتلفها مثلا حوالين الشجر بتاع الكريسماس، او بتعلقها مثلا في مكان او حاجه تحط عليها مثلا انوار او كده، دي بشكل زي الزينه كده، اسمها tinsel. حاول تكرر معايا tinsel، ما تقولش تنسل، لا tinsel. خلي بالك عشان ال هنا بقت دارك. فبيجي واحد هنا يسالني امتى يا عمر نقول ال كلايت وامتى نقول ال كدارك. بص يا معلم، لو ال اللي انت بتستخدمها جت مثلا في نص الكلام وجاي بعديها اي فاول ساوند، اي حرف متحرك زي ال A وال I وال O وال U وال E، لو شفت اي حاجه من الخمس حروف دول جايه بعد ال L فدي بقت لايت L، يعني بقيت ان انت بتخلي لسانك يلمس سقف بقك بتقول L كده، دي بقت لايت L. طيب لو انت لقيت ان ال L جايه في اخر الكلام او جايه في نص الكلام ومفيش بعدها اي vowel sound، في بعدها consonant او حرف ساكن، بقت dark L. فانت بتقول L، ما بتقولش ال او L، لا بتقول L بنفس الشكل ده كده. طبعا الموضوع هيبقى بالنسبه لك صعب شويه في البدايه، عادي ما تيأسش منه، حاول تاني وافضل حاول لحد ما الموضوع ما يظبط معاك، وهتظبط معاك مع الوقت ومع البراكتس. تاني كلمة في الكريسماس هتقابلها او ممكن تستخدمها كتير في الكريسماس هي كلمة بو. وطبعا دي حاجة من الحاجات بتاعت الكريسماس، من الزينة او من الحاجات او الالعاب اللي بيستخدموها في الكريسماس، هي اسمها بو. طبعا الكلمة دي مهمة جدا علشان انت في عندك دارك ال في الاخر، وعندك في النص اللي هو صوت اللي هو بو، يعني تقول بو. حاول كده تركز في اخر الكلمه، انا ما قلتش بول، لا هي بو. فانت ال في الاخر بقت دارك، ما خليش لسانك يلمس سقف بقك من فوق. الكلام ده مهم جدا، خلي بالك منه. طبعا برضو في كلمه كريسماس كارولز. طبعا ال هنا لايت ال، فانا قلت كارولز عادي جدا، نطقت ال عادي كلايت، بس ما قلتش كريسماس كارولز،
فاهم؟ ما قلتش كارولز، لا انا قلت كريسماس كارولز، فال لايت. طيب ايه هي الكريسماس كارولز؟ الكريسماس كارولز دي الاغاني او الحاجات اللي بتتقال في الكريسماس، او الاغاني فعليا اللي بتبقى شغاله في الكريسماس، سواء كانت اغاني دينيه اللي بيشغلوها مثلا في الكنيسه او كده، او طبعا الاغاني اللي ممكن اي حد يشغلها، دي اسمها كارولز، كريسماس كارولز. طبعا من بعض الكلمات البريتش المهمه جدا او الفريزز البريتش المهمه جدا هي كلمه مثلا كريسماس فيلم. كريسماس فيلم، كريسماس فيلم ده طبعا لما انت تيجي مثلا تتفرج على الفيلم بتاع الكريسماس، مثلا تبقى عندك مثلا انت في الكريسماس وعايز بقى تتفرج مثلا على فيلم مثلا بالليل في الكريسماس، بيبقى اسمه كريسماس فيلم. وطبعا التيرم دوت مستخدم كتير جدا في البريتش انجلش، الناس اللي بتستخدم البريتش انجلش هتلاقي كلمه كريسماس فيلم دي منتشره جدا وبتتقال جدا جدا خصوصا في البريتش انجلش. بعض الاكسبريشن بقى الحلوه جدا اللي انت ممكن تستخدمها ان انت مثلا تقول put up trees او put up decoration. ان انت put something up ده معناه ان انت تحط هذا الشيء او تخليه ظاهر او تخليه موجود. انت مثلا تركب حاجه، مثلا put up the decoration انت بتركب ال decoration، او مثلا put up the tree بتحط الشجره بتاعت الكريسماس عندك، فانت بتقول put up the tree. فالاكسبريشن بتاع put up ده مهم جدا، لازم برضو تعرفه وتستخدمه في كل حاجه بتقابلها بدل ما تستخدم الحاجات العاديه او التقليديه. طبعا انت ممكن بعد ما تحط التري والديكوريشن وكل حاجه بعد ما قبل الكريسماس ما بيخلص مثلا باسبوع او كده، فانت عايز تشيل بقى الكلام ده خالص، تشيله بقى ترجعه تاني الوضع الطبيعي بتاعك، بتبدا تقول take down put up the decoration, take down the decoration on the tree, take down and put up. انت بعد ما حطيت الحاجه او بينتها بتبدا ان انت بقى تشيلها خلاص وترجع لوضعك العادي. طبعا في term او expression مهم جدا وحلو جدا هو wrapping up. ان انت مثلا wrap up the Christmas presents او مثلا wrapping up the presents. wrapping up the presents معناها ان انت بتعمل الهدايا، ان انت تربطها وتقفلها وتظبطها، انت كده بتراب up the present. ممكن طبعا تستخدمها عادي في اي حاجه، لو انت مثلا تجيب لحد هديه ولا اي حاجه وبتقفلها وبتغلفها تقول مثلا wrapping up the present، عادي جدا شغاله معاك برضو. اخر اكسبريشن هقول لك عليه وده اكسبريشن حلو جدا انا شخصيا بستخدمه كتير، هو كلمه pop on. pop on يعني انت تشغل حاجه، ما تشغل مثلا فيلم او اغنيه او اي حاجه. pop on a film, pop on a music. let's just pop on a music او let's just pop on a film. فانت طبعا في الكريسماس هتقول لهم let's pop on some Christmas music. فطبعا pop on ان انت تشغل حاجه او تبدا ان انت تتفرج على حاجه او ان انت تبدا تسمع حاجه. كلمه pop on مهمه جدا. اتمنى طبعا تكون استفدت من الفيديو دوت وكملت الفيديو للاخر وعرفت بعض الكلمات الجديده في الكريسماس وبدات ان انت بالفعل تستخدمها. لو انت كملت الفيديو للاخر وسلسله الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي عجباك، ما تنساش تسيب لايك وتعمل اشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتسيب لي كومنت باكزامبلز انت قدرت ان انت تعملها من الكلمات الجديده، وتقول لي ايه اكتر كلمه هتستخدمها في الكريسماس، واشوفكم في فيديو جديد.